المكان ده اتضرب باعصار من اكبر الاعاصير اللي حصلت السنه دي، والعاصفه زي دي مش بس بتدمر البيوت، هي بتسحب كل حاجه من جوه البيوت وترميها على بعد اميال، فلوس، خزائن، مجوهرات، وحتى العربيات. الناس المحليين خلاص نظفوا الارض من كل حاجه، بس هم فاتهم احسن جزء. يا ساتر، الحاجات الجامده ما وقعتش على العشب، هي بتغوص لحد قاع البحيرات اللي جنبنا. هو ده حقيقي؟ عشان كده هنستكشف المسطحات المائية دي باستخدام الصيد بالمغناطيس وأدوات تانية. النهاردة هنشوف ايه اللي مستخبي تحت المية بعد الإعصار، هنحاول نطلع أغلى الحاجات باستخدام مغناطيس عملاق، وكمان هنلاقي الحاجات الكبيرة باستخدام درون تحت المية. ودي أول بحيرة في طريق الإعصار. بصوا يا جماعة، لقينا هنا عجلة جوه المية من عربية غالية، وأظن الإعصار هو اللي قلبها. يلا نرمي أول رمية جوه البحيرة دي. مسكت حاجة؟ لقينا حاجة فعلا، أكيد. الموضوع غريب، بس برضو حاسس بحاجة على المغناطيس بتاعي وبتطلع. أيوة، حاسس بيها. واو يا جماعة، واو، دي حاجة معدنية كبيرة هنا. واو، يا نهار أبيض، هو ده كبوت عربية؟ أيوة، بص عليها، دي أكيد جزء من عربية من نوع ما، يمكن حتى عربية رياضية، صح؟ على الساحل بالظبط لقينا عجلة من لامبورجيني، وبعدين لقينا الكبوت ده يمكن يكون من لامبورجيني برضو. يلا نكمل الرمي ونشوف. إيه رأيكم يا جماعة؟ ممكن يكون لقينا العربية كلها تحت المية دلوقتي، شكلها كده متفككة متقسمة لأجزاء، يعني ممكن نلاقي قطع VR كمان. تمام، دلوقتي حاسس إن المغناطيس بتاعي فاضي، بس دلوقتي أيوه أكيد لقيت حاجة تانية. كل الحاجات اللي لقيتها كانت تقريبا في نفس المكان، يمكن هناك الاقي العربية كلها، بس دلوقتي يلا نطلع الحاجة دي من المية ونشوف إيه هي. واو، دي حاجة معدنية كبيرة تانية، وكمان متغطية بالأعشاب البحرية. يا جماعة ده جنان، وكمان لونها أحمر زي كبوت العربية بالظبط. أنا أظن إن كل قطع العربية دي من نفس العربية اللي اتقطعت حتت بسبب الإعصار. ودلوقتي جات لي فكرة تانية مثيرة، وفكرتي إني أستخدم درون تحت المية. أيوة، دي تقيلة جدا وقوية جدا، فممكن أحطها تحت المية ونروح للمكان التقريبي هناك في نص البحيرة دي، ويمكن نلاقي العربية كلها تحت المية باستخدام الكاميرا الكبيرة دي تحت المية. يلا نبدأ المغامرة وننزل تحت المية. بصراحة يا جماعة الرؤية مش واضحة قوي، بس لسه قادر أشوف حاجة. يلا نكمل في الاتجاه اللي كنت برمي فيه المغناطيس عشان نشوف إذا كان في عربية فعلا تحت المية. يبدو اني شفت حاجة. يا نهار ابيض، ايوه دي العربية الرياضية، دي العربية الرياضية اللي كنا بندور عليها. بص بس قد ايه متدمرة. يا نهار ابيض، مفيش باب فعلا عشان احنا اللي طلعنا الباب، يعني الباب كان مفصول، وكمان فيها قطع كتير مكسورة زي كبوت العربية اللي كنا لقيناه قبل كده. فعلا الموضوع ده جنان يا جماعة. تخيلوا بس كان اعصار ده قوي قد ايه. الإعصار خد العربية لامبورجيني وفضل يلف بيها في الهواء، وبعدين دمرها ورماها في البحيرة دي. يلا نركن الدرون على جنب دلوقتي ونكمل صيد بالمغناطيس، لأني شايف إن بالمغناطيس العملاق ده ممكن نطلع العربية كلها من المية. يلا إيه اللي بيحصل؟ يا نهار أبيض، إيه ده مجنون. يلا نجري يا جماعة، يلا نجري. يا نهار أبيض، لا أنا آسف، ما كنتش أقصد أعمل أي حاجة، أنا آسف. للأسف ده كان مكان خاص بحد، فقررنا نكمل صيد بالمغناطيس في بحيرة تانية على مسار الإعصار. فجينا هنا، لكن للبحيرة دي جبت المغناطيس الثلاثي بتاعي عشان أشوف البحيرة دي مخبية إيه عننا. يلا نشوف، يمكن في حاجات أكتر طلعت من الإعصار. تمام، ودلوقتي ايوه حاسس ان مسكت حاجه هنا، ممكن يكون في حاجات غاليه كتير، يعني احنا على وشك نشوف اول حاجه هنلاقيها هنا. ده شكله زي نوع من العلب. ايه ده؟ يلا نشوف الحاجه دي نوع من العلب.
دي خزنة فلوس في الحقيقة. النوع ده من العلب بيكون مليان فلوس. الصندوق ده كان جوه ماكينة الصراف الآلي واتطير في الهواء بسبب الإعصار. فتعالوا نشوف ايه اللي جواه. أظن إنه بيتفتح بطريقة زي كده. في فلوس جوه، مش كتير بصراحة بس حوالي 400. ده كويس يا جماعة. النهاردة هنلاقي حاجات كتير تحت المية، ولو أي حد منكم يعرف إن الحاجات دي بتاعته قولولي في التعليقات وأنا هبعت لكم حاجاتكم. بس قبل ما نكمل يلا ننشف الفلوس. يلا نشوف إيه اللي جاي بعد كده. ماشي. المرة دي حاسس إنها تقيلة شوية. لقينا حاجة كبيرة بس بتتحرك. ايوه دي تقيلة فعلا، بس شايف حاجة صفرة طالعة من المية؟ استنى، ايه ده؟ ايه الحاجة دي؟ يا نهار ابيض يا جماعة، دي نفتة ماكدونالدز. اظن انها كانت موجودة فوق كافيه او حاجة زي كده، بس بسبب الرياح الشديدة وقت العاصفة وقعت ودلوقتي لقيناها تحت المية. هي متبهدلة شوية بس بصراحة ماكدونالدز هو مطعمي المفضل، وانت قولولي في التعليقات. أنا بحبه جدا. كل الحاجات اللي لقيتها غريبة فعلا، بس أنا لسه بادئ في المكان ده. هفضل أرمي يمكن شوية كمان ناحية الشمال كده. أيوة المغناطيس الثلاثي قوي جدا، نقدر نرقط حاجات أكتر ب3 أضعاف، صح؟ تمام؟ واو، بس المرة دي حاسس بحاجة تقيلة جدا. خليني أشوف إيه ده، وفي فقاقيع طالعة كمان. تمام؟ واو ايه ده؟ دي شنطة. واو دي تقيلة قوي. يلا نمسك الشنطة. دي شنطة غالية جدا. النوع ده من الشنط بيبقى بتاع المليونيرات. بص عليها، السعر على الشاشة، غالية جدا. يعني كمان الشنطة دي جابها الإعصار هنا. يا جماعة أنا عايز أفكركم، لو فقدت حاجة أثناء الإعصار وعارف إن الحاجة دي بتاعتك قولي في التعليقات وأنا هرجع لك الطرد. الشنطة الغالية والفخمة دي للأسف اتبهدلت، بس يلا نشوف فيها ايه. يا نهار أبيض، شايفين كده؟ ده كمية كبيرة من ايربودز برو، دول عايمين جوه الشنطة دي. يا نهار أبيض، دي ايربودز أصلية من أبل فعلا. 1 2 3 4 و5 أزواج شغالة من ايربودز برو. بس في حاجات اكتر كمان من الايفونات. يا نهار ابيض، تعالوا نشوف لو في ايفون اصلي. هو كمان متبهدل ومتسخ، بس ده الايفون الاصلي اللي جوه الشنطه. لو انت محتاج واحد منهم وعارف انه الجنز بتاعك قول لي في التعليقات. يا نهار ابيض، شنطه الفلوس. الحاجة دي فعلا أكبر بكتير من اللي لقيناه قبل كده. دي بس 400 وده شكله 10,000. أيوة بس يا جماعة بصوا على الحاجة دي زي مئات الآلاف من الدولارات. أنا مبسوط إن صيد المعادن بالمغناطيس ماشي بالشكل ده. يلا نكمل، نرمي في الاتجاه ده، يمكن نقدر نطلع حاجات أغلى. يمكن الإعصار جاب لنا فلوس أكتر وحاجات أكتر أقدر أرجعها للمشتركين بتوعي طبعا. يا جماعة لو لسه بتتفرجوا وعايزين تشوفوا محتوى أكتر عن صيد المعادن بالمغناطيس اشتركوا دلوقتي حالا، ده أحسن دعم ممكن تقدمهولي. على فكرة أنا طلعت حاجة، بصوا دي العلبة الوردية، علبة معدن وردية. المغناطيس بتاعي فلت بس لقينا الحاجة، هي خلاص على الشط. استنى، 18 سنة فما فوق، هو في حاجة مخالفة ولا ايه؟ انا مهتم اعرف ايه اللي جواه. يلا نلبسه. واو، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يا نهار ابيض، دي مجلات بلاي بوي، في منهم كتير. عارف ده ايه؟ ده ترفيه للرجالة. يعني الشنطة دي كانت بتستخدم للعب والترفيه. شايف؟ في حاجات غريبة كتير. يا رب أكون لابس جوانتي عشانهم. يا جماعة ده غريب، مكتوب عليه هزازات. بصراحة أنا مش عارف أستخدم كل الحاجات دي، بس إيه اللي جوه الشنطة دي؟ واو، الموضوع شيق جدا. واو، يا نهار أبيض، ده لحماية صباعك؟ مش قوي بصراحة، عمري ما شفت محتوى المجلات دي. يا سلام.
طبعا اقدر اوري ده على اليوتيوب، بس يا جماعة لو ده بتاعكم اكتبوا في التعليقات هرجعها لكم. انا اكيد مش محتاج الحاجات اللي فوق ال 18 دي، مش شايف اي سبب ان اوقف، فخلينا نكمل ونرمي. ايوه فعلا الحبل ضربني. اوه استنوا يا جماعة، المرة دي غريبة. حاسس اني شايل حاجة تقيلة جدا، نص ازاي مشدودة، تقيلة قوي، يعني زي عربية كاملة. ايوه يمكن المغناطيس بتاعي مسك العربية كلها، وهي بالكاد بتتحرك. انا شايف في حاجة كده، يا الهي بتتحرك. ايوه انا شايف العجل في حاجة، يمكن دي عجلة تانية او حاجة بتطلع هي هناك، قربت توصل. ايوه لقيناها، دي الموتوسيكل كله. يا الهي الاعصار جابها لحد هنا، ده جنان. المفاتيح جوه، ولو المفاتيح جوه نقدر نشغلها ونسوقها. طيب يلا نطلع الحاجة دي من المية. يلا نحطها هنا في الشمس، سيبها تنشف شوية، وبعدين هشيل كل التراب وكل الحاجات دي، وهنحاول نخليها تشتغل وتتحرك. بعد ساعتين. احنا محتاجين نص ساعة تقريبا عشان تنشف تماما، وبعد كده هنكمل شغل التصليح بتاعنا. بعد ساعتين. فهو تقريبا نشف تماما، واتمنى ان كل حاجة متوصلة زي ما المفروض. بس على اي حال يلا نشوف لو لسه ممكن نسوقها. ايوه هي تقريبا نشفت خالص. دلوقتي محتاجين شوية بنزين، هنضيفه هنا شوية صغيرين بس عشان نشغلها وهي باردة زي كده. ودلوقتي ده غالبا لحظة الحقيقة. ايوه يا رب يكون معانا المفاتيح، ويلا نجرب نشغلها ونمشي بيها. خليني احركها شوية كمان. ايوه واو اشتغلت. هي عظيم، يلا نركب. بتتحرك. واو فعلا شغالة، لجنان، انا بحبها قوي. ايوه ده احسن اكتشاف ليا على الاطلاق. يا نهار ابيض يا جماعه، ده جنان فعلا. لقينا موتوسيكل كامل شغال، طلعناها من الميه، كانت في البحيره بعد الاعصار. تخيلوا الاعصار ده كان قوي قد ايه، يعني الموتوسيكل ده كان بيطير في الهواء وبعدين وقع تحت الميه، ودلوقتي انا صلحته وهنركبه. يلا نكمل رمي، يمكن نلاقي حاجه تانية هنا. أنا بحب المكان ده جدا، وبحب أعمل صيد بالمغناطيس هنا. لقيت حاجات كتير وخبيتها هناك. يا جماعة حاسس إن في حاجة تانية، أكيد مش تقيل زي الموتوسيكل، بس هو برضه حاجة. إحنا على وشك نطلع حاجة تانية مثيرة أنا شايفها. لا المغناطيس بتاعي، المغناطيس ممكن يفلت، شكله صندوق فلوس تاني أو حاجة زي كده. دي أكيد حاجة تانية غالية ومثيرة، صح؟ استنى، ايه؟ في فتحة. استنى، ايه ده؟ مايكروويف. اظن انه كان متسبك جوه بيت حد وكانوا بيعملوا حاجات، بس البيت اتدمر بسبب الاعصار، ودلوقتي احنا قفلنا الحاجة دي. بس بصراحة معاك ده مش اكتشاف مثير قوي. يا رب نلاقي حاجة أحسن هنا. بس يا جماعة في بحيرات أكتر هنا، يلا بينا نستكشفها. البحيرة التانية دي كان فيها حاجات حلوة كتير، بس ليه نوقف هنا؟ يلا نروح لواحدة تانية ونشوف هنلاقي إيه تاني من الصيد بالمغناطيس بعد الإعصار. ودي البحيرة التالتة النهاردة، بس دي بصراحة شكلها غريب ومرعبة شوية. بس على أي حال هرمي المغناطيس الكبير بتاعي فيها ونشوف هنطلع إيه من هنا. وايوه دلوقتي فعلا لقطت حاجه، يلا نشوف الحاجه دي هتطلع ايه. يا ساتر ده طحالب كتير قوي. وايه ده؟ حاسس انه شوكي، حاسس انه سلاح من نوع ما. بص قد ايه حاد.
وانا شايف عليه بقع حمرة دموية. ايه لو الحاجة دي كانت أداة جريمة أكل؟ حد استخدمها وضيعها وقت الإعصار، أو يمكن تكون رمح تاني أو حاجة زي كده. لو عندكم أي أفكار اكتبوا في التعليقات براحتكم. ويا جماعة لو لسه تتفرجوا ليه ما تدوسوش لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة بتاعتي؟ المكان ده غريب ومرعب. أول حاجة لقيناها كانت غريبة ومرعبة، فاحنا مكملين صيد بالمغناطيس. يلا نجرب نرمي شوية كمان في الاتجاه ده المرة دي، ليه لأ؟ المية هنا حاسسها مش بحيرة، أكتر شبه مستنقع. أيوة، طول اليوم وإحنا بنصطاد بالمغناطيس الموضوع بيبقى أصعب وأصعب. اتعلق. هو مش متعلق بالكامل، بس أنا حسيت ده حاجة. إحنا على وشك نطلع أكبر حاجة دلوقتي. أيوة، واو، صندوق معدني كبير تاني. طيب يلا تعالى هنا. قربت تتفتح. يا مصور اديني ايدك. شغل ممتاز. اجرب. جريب. رجعني ورا. لقيناها فيها شوية حروف. ده غريب. دور، شكلها زي علامة صليب حمراء. يلا نجرب نفتح ونشوف ايه اللي... اوه، ده مرعب قوي. انا عارف ان ده صندوق عسكري ودي شوية متفجرات، بس يا جماعة شكلها قنبلة يدوية. ده شكله صاروخ او حاجة زي كده، وده كمان صاروخ. انا مش هلمسهم يا جماعة، هو مفتوح شوية، مفيش حاجة جواه، فشكله آمن فاضي. بس دي اكيد جاهزة للانفجار، ودي قنبلة يدوية قديمة جدا جدا، بس الحاجات اللي زي دي خطيرة جدا. فأنا شايف إني لازم أكلم الشرطة، بس خلينا نأجلها شوية. يلا نجرب رمية تانية بالمغناطيس. إحنا رمينا في النص وعلى اليمين، وإيه رأيك نرمي على الشمال؟ أيوة، ليه لأ؟ الحبل بتاعي اتشد، يبقى مسكنا حاجة تاني. اتحركت ولسه على المغناطيس بتاعي. حاسس بيها، الفقاقيع طالعة من المية. ده معناه إننا ماسكين في حاجة كبيرة وغريبة. بقول غريبة عشان الإحساس في دراعي غريب جدا. إيه ده؟ في حاجة طالعة من المية. إيه ده؟ ده شكله هدوم. ده جمجمة؟ يا نهار أبيض، دي جمجمة. دي جثة. هو حقيقي؟ يا نهار أبيض. لا، لازم نكلم البوليس دلوقتي. لقينا حاجات غريبة كتير في المكان ده، فلازم نكلم البوليس. 911، إيه هي حالتك الطارئة؟ أيوة، ألو، اسمي سلاف وكنت بصطاد بالمغناطيس. لقيت متفجرات وجثة بعد الإعصار. خليك مكانك، احنا بنبعت لك فريق دلوقتي. أيوة، لو سمحتوا تعالوا. أيوة، خدوا كل الحاجات دي. يا نهار أبيض، ده كان خطر جدا. دي كانت مغامرات مثيرة جدا، بس كمان كانت خطيرة قوي. الصيد بالمغناطيس بعد الإعصار ده جنان. الموضوع فعلا مجنون يا جماعة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أنا بحب أعمل صيد بالمغناطيس وحاجات غريبة مخصوص ليك. لو عايز تشوف اكتر اشترك عشان يوصلك كل جديد. اسمي سلاف وهستنى الشرطة. بس يا جماعة الراجل ده يا رب ما يكونش فيه لعنة.